السيد الفاضل معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد المحترم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والوفد المرافق له، السيدات والسادة النواب الأكارم، السلام عليكم. إن قطاع الضمان الاجتماعي والتشغيل يحتلان مكانة مرموقة وأهمية قصوى ضمن السياسة الاجتماعية للجزائر، باعتبارها رافدة للتنمية وآلية للمحافظة على الموارد البشرية ولتكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والأجيال وتحسين العيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي. ومن هذا المنطلق سيد الرئيس يحق لنا أن نقول بأن قطاع الضمان الاجتماعي والتشغيل حظي خطوة عملاقة في الجزائر من خلال الاستقرار الذي عرفه والإجراءات المتخذة الهادفة إلى تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية لكافة فئات الناشطة ولشرائح المختلفة وتحسين منافع وتقريبها للمؤمنين. وهنا أشيد بالقائمين على هذا القطاع وسعيهم الدؤوب لإنعاش الحياة الصحية والاجتماعية والخدماتية استجابة لطموحات وتطلعات المواطن الكريم وآماله في العيش السعيد. وهو ما ندركه سيد الرئيس من دراستنا لمشروع هذا القانون الذي يهدف إلى ارتقاء بمنظومة الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلته وإرساء أنظمة حديثة للتقنية الاجتماعية وانتعاشها وتحقيق انشغالات واحتياجات المواطن الكريم بفضل مجهودات القائمين على القطاع وإخلاصهم للوطن وللمواطن بتلبية حاجيات السوق المحلية بمقاربة اقتصادية ترتكز على إنشاء مناصب الشغل متفتحة على آليات جديدة معتمدة على التكوين، لأنه السبيل الأوحد لصقل إمكانية الشباب وتحفيز المؤسسات وتكييفها مع ما عرفته البلاد من مراحل خماسية للتنمية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. سيد الرئيس معالي الوزير، إن المشروع الذي بين أيدينا يكتسي العديد من الإجراءات والميكانيزمات التي من شأنها تفعيل وتسريع وتيرة الإصلاحات الجارية في هذا القطاع الهام بنظر إلى ما عاناه المواطن سابقا، وهو ما تم تداركه بهدف تقوية مواطن الضعف وتكريس خطوات متقدمة نحو العصرنة والرقمنة والإصرار في تعميم بطاقة الشفاء التي يراهن عليها في ترقية العلاج وترشيد النفقات والبحث عن مصادر تموين خارج الاشتراكات، حفاظا على التوازنات المالية وضمان حق كافة المواطنين في الرعاية الصحية والعلاج وتحسين عملية التكفل بالمؤمنين اجتماعيا والإبقاء على مجانية العلاج للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المؤسسة العمومية للصحة في إطار نظام التقاعد بين الهيئات المؤسسة العمومية للصحة والتقاعد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمستشفيات من طرف صندوق المساعدة والإسعاف، إلى جانب التكفل بمصاريف النقل المؤمن لهم اجتماعيا على غرار الكشف المبكر لسرطان الثدي وإنشاء مراكز جهوية للأشعة والتصوير الطبي والعديد من الإجراءات المتخذة من قبل قطاعكم معالي الوزير التي تخدم المؤمن اجتماعيا وتستجيب لتطحولات وتطلعات المواطن الكريم، مما يتطلب المزيد من الجهد لعصرنة أكثر للصناديق واستعمال الإعلام المتطور وترشيد نفقات التأمين ومواصلة تسهيل سياسة التعويض والتحصيل وتطبيق نظام التسعير المرجعية الأدوية وتعزيز الأجهزة القانونية لمحاربة التجاوزات والغش والسير نحو تحسين المراقبة الإدارية والطبية وإيجاد تناسق بين الأهداف والسياسات المتبعة وانتهاج أساليب التقييم والتقويم أداء التقييد بمعايير الجودة في المعاملات. وعليه نعتبر هذا المشروع مميزا في مجال العصرنة وتحسين نوعية الأداء الضمان الاجتماعي، كونه يتميز بأحكام ذات أهمية بالغة في إطار إتمام الإصلاحات المتعلقة بعصرنة منظومة القطاع عقب إدخاله في سنة 2008 بطاقة الإلكترونية واعتماد تكنولوجيا حديثة. وفيما يلي معالي الوزير بعض الاقتراحات. اقترح معالي الوزير بتمديد قانون 0808 الصادر في 8 جونفي 2008 والذي انتهى العمل به يوم 28 فبراير 2011، الذي اعطى الفرصه للعديد من المنتسبين في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير اجراء من تسويه وضعيتهم وتعليق انفسهم من الديون المترتبه عليه بفضل اعفائهم من الغرامه التاخير. نطالب بتمديد هذا الإجراء معالي الوزير لتمكين المتبقين من تجار والفلاحين وأصحاب الخدمات وغيرهم من المنتسبين من تسوية وضعيتهم إزاء الصندوق واستفادة الصندوق من اشتراكاتهم. كما نقترح معالي الوزير السماح لمنتسبي صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير أجراء كالفلاحين وصغار التجار تسديد اشتراكاتهم كل 6 أشهر بدل سنة لتسهل عملية الدفع بالتقسيط. وشكرا. شكرا سي بوصبيع. الكلمة